ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده اول سؤال في كتاب الجنسيه الجزء الثاني. الاول قبل ما اشرح السؤال انا عايزه انوه ان الكتاب ده بيتكلم على حاجتين. في حاجات بيتكلم على القانون بوجه عام، وفي حاجات بيتكلم فيها عن نفس الموضوع بس في القانون المصري. فلما تيجوا تحلوا لازم تبقوا عارفين او تاخدوا بالكم من الى رأس السؤال. عنوان السؤال: هل هو طالب الشرح القانون بوجه عام، ولا الموضوع بوجه عام، ولا الموضوع خاص بالقانون المصري؟ لأن الموضوع ده بيلخبط ناس كتير، وأحيانا بيكتبوا إجابات بالخطأ وهم مش واخدين بالهم. تمام، طيب هبقى أنوه عن الأسئلة دي لما نيجي في الشرح. أول سؤال تكلم عن فكرة الجنسية. يعني إيه الجنسية؟ قال لي الموضوع ده اختلفت فيه الآراء، يعني في ناس شافت موضوع الجنسية ده من نواحي مختلفة. في رأي بيقول ده هي معنى إن أنا أكون حاصل على جنسية دولة، يعني أنا بنتمي كفرد للدولة دي. تمام، طيب بالنسبة للفقه المصري قال هو نظام قانوني. النظام القانوني ده بيحطه أو بتضعه الدولة عشان تحدد ركن الشعب اللي بينتمي ليها. تمام، طيب الرأي الراجح هي علاقة أو رابطة قانونية بين فرد وبين دولة، وعلى أساس العلاقة دي يكون الفرد جزء أو عضو من شعبها. تمام، طيب ثانيا مركز الجنسية من نظم القانون. يعني إيه الجنسية دي؟ فكرة الجنسية هل هي من القانون الخاص ولا من القانون العام؟ قال لي هي اختلفت الآراء، ولكن الراجح ما بينهم هو دايما بيبقى رأي الدكتور إنها بتنتمي لنظم القانون العام. تمام، على أساس إن هي بتحدد علاقة الفرد بدولته، ودي بتدخل من نظم القانون العام. تمام، رأي حديث بقى ظهر مؤخرا قال لا ده هي بتنتمي إلى نظم القانون الخاص. تمام، طيب أركان الجنسية. أول حاجة الدولة. الدولة دي هي اللي بتنشئ الجنسية، يعني هي اللي بتقول الفرد ده ياخد جنسيتها ولا لأ. تمام، طيب هو لازم الدولة دي يبقى ليها شكل معين؟ يعني عشان تقدر تمنح الجنسية لشخص؟ قال لي ما لا يشترط الاعتراف بالحكومة، يعني أي دولة تقدر تدي جنسيتها حتى لو حكومتها مش معترف بيها. تمام، ومش شرط تكون الدولة دي لها مساحة معينة. طيب لا يشترط في شعبها إن هو ياخد وصف الأمة. يعني إيه وصف الأمة؟ الأمة دي مجموعة من مجموعة كبيرة من الناس، أو مجموعة كبيرة من الدول بتاخد شكل معين، في بينهم حاجات مشتركة، لغة معينة. زي مثلا الأمة العربية دي كلهم بيتكلموا عربي، ومجموعة من الدول فعشان كده بتسموا الأمة العربية. تمام، أهم حاجة الدولة عشان تقدر تدي جنسيتها لحد لازم تكون دولة ذات سيادة، لكن مش شرط تكون سيادة كاملة، وهنا ممكن تيجي MCQ. تمام، طيب أي هيئة دولية حتى لو كانت يعني رهيبة، مثلا زي هيئة الأمم المتحدة، ما ينفعش تمنح لأفراد اللي عندها جنسية خاصة بيها. تمام، طيب ما ينفعش أو لا يجوز لمدينة أو مقاطعة إنها تنشئ جنسية خاصة بيها. حلو جدا. طيب بالنسبة للدول الخاضعة لنظام الانتداب أو الوصاية، يعني إيه نظام انتداب أو وصاية؟ في دول كده ما بتبقاش قادرة على القيام بشؤونها، فبيجيبوا لها مثلا دولة هي اللي بتبقى مشرفة عليها، ده اسمه نظام الانتداب أو الوصاية. تمام، طيب مادام الدولة دي خاضعة لنظام الانتداب أو الوصاية أو الحماية، عادي جدا إنها يبقى من حقها إنها تنشئ جنسية خاصة بيها لأفراد ينتمون إليه. تمام، طيب تاني ركن من أركان الدولة الفرد، الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي ده هو أساس الشعب أصلا، هو اللي الشعب بيتكون منه. طيب بالنسبة للشخص المعنوي ده يعتبر له جنسية؟ قال لي يعتبر له جنسية، وهنا ممكن تيجي MCQ. يعني الشخص المعنوي زي الشخص الاعتباري، هما الاتنين بينتموا إلى الدولة. تمام،
تالت حاجة من أركان الدولة علاقة قانونية بين الشخص والدولة، وده الأساس. أنا لازم يكون في علاقة قانونية كفرد وكدولة، لأن العلاقة القانونية دي اللي بتنظم حقوق كل واحد وواجباته. تمام. وكمان بيبقى فيها فكرة الولاء، يعني أنا ليا ولاء للدولة اللي أنا بنتمي إليه. تمام. السؤال ده مهم ناخد بالنا منه، ونتقابل السؤال اللي بعده إن شاء الله.